طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد حنفي، مدرس التاريخ والدراسات الاجتماعية. إن شاء الله من خلال منصتنا منصة افهم هنبدأ مع بعض نشرح منهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي. طب منهجنا بيتكلم عن إيه يا مستر السنة دي؟ منهجنا في سنة أولى بيتكلم عن قارة أفريقيا. بنبدأ نحكي عن كل حاجة عن قارة أفريقيا، بنحكي عن قارة أفريقيا مساحتها قد إيه، بنحكي عن قارة أفريقيا موقعها فين، بنحكي عن تضاريس قارة أفريقيا، جبالها وهضابها وسهولها، بنحكي عن مناخ قارة أفريقيا، الجو في قارة أفريقيا شكله إيه، بنحكي عن النباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية، وهنحكي عن سكان قارة أفريقيا والحضارات اللي قامت على قارة أفريقيا. يعني من خلال سنة أولى إعدادي إحنا هنتكلم عن كل حاجة عن قارة أفريقيا، سواء في أول الترم أو الترم الثاني. السنة كلها تتكلم معايا عن قارة أفريقيا. طب قبل ما نبدأ عن قارة أفريقيا ونتكلم عن قارة أفريقيا، تعالى نراجع مع بعض كده اللي إحنا أخدناه في السنة اللي فاتت. إحنا أخدنا السنة اللي فاتت كوكب الأرض، وعرفنا إن كوكب الأرض عندنا اللي إحنا عايشين على سطحه بيتكون جزء منه يابس وجزء منه مية. كوكب الارض اللي احنا بنعيش على سطحه جزء منه يابس وجزء منه ميه. تعال نراجع اليابس اللي موجود على قاره الارض ونراجع القارات. عندي 7 قارات على كوكب الارض. عندي قاره اسيا، عندي قاره اوروبا، عندي قاره افريقيا. عندي 3 قارات، اسيا وافريقيا واوروبا، والثلاثه دول بيتقال عليهم قارات العالم القديم. الثلاثه دول بيتقال عليهم قارات العالم القديم. وعندي 4 قارات حديثة، قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية وقارة أستراليا. ال4 دول بيتقال عليهم قارات العالم الحديث. يبقى عندي 3 قارات قديمة، آسيا وأوروبا وأفريقيا، آسيا وأوروبا وأفريقيا. وعندي 4 قارات حديثة، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية. عندي 4 قارات حديثة. يجي بقى واحد يقول لي يا مستر هم ليه قارة آسيا وقاره افريقيا وقاره اوروبا، ليه ال3 قارات دول اتقال عليهم قارات العالم القديم؟ وليه ال4 قارات امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا والقاره القطبيه الجنوبيه اتقال عليهم قارات العالم الحديث؟ اقول لك والله القارات دول اسيا وافريقيا واوروبا اتقال عليهم قارات العالم القديم لان اول ما الناس عاشوا هنا. دي قارات اول ما الناس عاشوا في القارات القديمه دي. بعد كده بعد مرور سنين كتير اكتشفوا ان في قارات تانية ممكن يعيشوا فيها، فاكتشفوا امريكا الشماليه واكتشفوا امريكا الجنوبيه واكتشفوا استراليا واكتشفوا القاره القطبيه الجنوبيه. عشان كده اسيا واوروبا وافريقيا بيتقال عليهم قارات العالم القديم. طب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لليابس. تعالى بقى نشوف النسبه للميه. ايه الميه اللي موجوده على كوكب الارض؟ عندي على كوكب الارض 5 محيطات. عندي على كوكب الارض كام محيط؟ 5 محيطات. عندي المحيط الهادي موجود على الطرف ده، وعندي المحيط الهادي موجود على الطرف ده. الهادي موجود عندي على الطرفين، الهادي على الطرفين، الهادي على الطرفين. وعندي محيط قطبي شمالي فوق، وعندي المحيط القطبي الجنوبي تحت. الهادي على الطرفين، الهادي على الطرفين، قطبي شمالي فوق، قطبي جنوبي تحت. وعندي المحيط الاطلنطي وعندي المحيط الهندي. كده كام محيط؟ 5 محيطات. الهادي على الطرفين، الهادي على الطرفين، قطبي شمالي فوق، قطبي جنوبي تحت، والمحيط الاطلنطي والمحيط الهندي. يجي واحد يقول لي يا مستر بس انت بتقول الهادي على الطرفين، هم 2 ولا 1؟ اقول لك لا هم 1. هم محيط واحد، بس عشان انا برسم الخريطه عندي مسطحه فبيبان جزء منه على الطرف اليمين وجزء منه على الطرف الشمال. لكن الارض في الحقيقه الارض كرويه، الارض مش مسطحه، الارض ايه؟ كرويه. فلنتخيل معايا ان دي الخريطه، لو معايا دي ايه؟ الخريطه، وهنا المحيط الهادي، وهنا موجود المحيط الهادي. ادي الخريطه اهي مفروده معايا، هنا المحيط الهادي وهنا على الطرف ده المحيط الهادي. تعالى بقى نلفها شبه الارض كده كوره، هنلاقي المحيط الهادي اتكون في حته واحده، هو موجود في مكان واحد. بس انا لما باجي برسمها على خريطه ما بعرفش ارسم خريطه مدوره، فبرسم خريطه مفروده على ورقه انها مسطحه، اقوم قاسم الخريطه وراسم على شكل مسطح، فيطلع جزء من المحيط الهادي هنا ويطلع جزء من المحيط الهادي هنا. ده بالنسبه مين؟ للمحيط الهادي. يبقى هم 2 ولا 1؟ هو محيط واحد، هو محيط واحد، بس جزء منه بيظهر في الجزء الشرقي ده وجزء منه بيظهر في الجزء مين؟ الغرب من الخريطه. ده بالنسبه للمحيطات. يبقى المحيطات عندي كام محيط؟ 5 محيطات. الهادي على الطرفين، الهادي على الطرفين، قطبي شمالي فوق والقطبي المتجمد الجنوبي تحت، وعندي المحيط الاطلنطي وعندي المحيط الهندي. ده بالنسبه للمحيطات.
طيب تعالى بقى احنا هنحكي عن ايه؟ احنا هنحكي عن قاره افريقيا اللي هي منهجنا السنه دي اللي هو قاره افريقيا. هنحكي عن ايه في الدرس ده يا مستر؟ هنحكي عن قاره افريقيا، الموقع والكشوف الجغرافيه. الموقع والكشوف الجغرافيه لقاره افريقيا. بدايه قال لك قاره افريقيا، القاره دي مساحه قاره افريقيا حوالي 30.4 مليون كيلو متر مربع. قاره افريقيا كمساحه، مساحه قاره افريقيا 30.4 مليون كيلو متر مربع. هي تاني اكبر قاره من حيث المساحه. هي تاني اكبر قاره من حيث المساحه. دي قاره مين؟ دي قاره افريقيا. قال لك خد بالك قاره افريقيا مساحتها حوالي او تشغل حوالي 20% من مساحه اليابس. تشغل حوالي 20% من مساحه اليابس، او تشغل حوالي خمس مساحه اليابس. دي قاره مين؟ دي قاره افريقيا. يبقى قاره افريقيا تاني مساحتها قد ايه؟ 30.4 مليون كيلو متر مربع. 30.4 مليون كيلو متر مربع. هي تاني اكبر قاره من حيث المساحه. هي تاني اكبر قاره من حيث المساحه. اما مين اكبر قاره يا مستر؟ اكبر قاره من حيث المساحه قاره اسيا. طب قاره افريقيا تشغل قد ايه من مساحه اليابس؟ قاره افريقيا حوالي خمس مساحه اليابس، او ممكن اقول ان هي حوالي 20% من مساحه اليابس. طيب تعالى بقى نحكي عن الموقع بتاع قارة أفريقيا. هنحكي عن موقع قارة أفريقيا الفلكي، وهنحكي عن موقعها الجغرافي. هحكي عن موقعين لقارة أفريقيا. هحكي عن موقع جغرافي وهحكي عن موقع فلكي. ايه هو الموقع الجغرافي يا مستر؟ الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة للي حواليه. موقع المكان بالنسبة للي حواليه من يابس أو مية. ده اسمه موقع مين؟ اسمه موقع جغرافي. يعني أنا مثلا هجيب قارة أفريقيا وأبدأ أوصف اللي حواليها، اليابس اللي حواليها او الميه اللي حواليها. لما اعمل كده انا كده بوصف الموقع الجغرافي لقاره مين؟ افريقيا. يبقى الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبه للي حواليه من يابس اللي هو قارات او دول، او من ميه اللي هو بحار او محيطات. ده اسمه موقع مين؟ جغرافي. امال ايه هو الموقع الفلكي؟ موقع الفلكي وانا بشرح القاره بعرف موقعها من حيث خطوط الطول ودوائر العرض. يعني انا عايز اعرف قاره افريقيا دي بتقع بين خط طول هنا كام، وبتقع بين خط طول هنا كام، وبتقع بين دائره عرض كام، وهنا بين دائره عرض كام. كده انا بشرح الموقع مين؟ كده انا بشرح الموقع الفلكي. يبقى الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. اما الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبه للي حواليها. الموقع المكان بالنسبه للي حواليها من يابس، قارات او دول، او ميه، محيطات وبحار. تعالى نبدا بموقع مين؟ نبدا بالموقع الجغرافي لقاره افريقيا. حبيبتنا افريقيا موقعها الجغرافي اللي حواليها من يابس واللي حواليها من ميه. بص معايا ادي قاره افريقيا اهي. ايه اللي حواليها؟ قال لك قاره افريقيا شمالها البحر المتوسط. قاره افريقيا شمالها البحر المتوسط اللي بيفصلها عن قاره اوروبا. قاره افريقيا شمالها البحر المتوسط اللي بيفصلها عن قاره مين؟ اوروبا. قاره افريقيا غربها المحيط الاطلنطي اللي بيفصلها عن قاره امريكا الشماليه وبيفصلها عن قاره امريكا الجنوبيه. قاره افريقيا شرقها البحر الاحمر والمحيط الهندي. البحر الاحمر والمحيط الهندي اللي بيفصلها عن قاره مين؟ قاره اسيا. تاني موقع الجغرافي قاره افريقيا شمالها البحر المتوسط اللي بيفصلها عن قاره اوروبا. شمالها البحر المتوسط اللي بيفصلها عن قاره اوروبا. غربها المحيط الاطلنطي اللي بيفصلها عن امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. شرقها البحر الاحمر والمحيط الهندي اللي بيفصلها عن قاره اسيا. قال لك خد بالك قاره افريقيا تقترب من قاره اسيا عند مضيق باب المندب. قاره افريقيا تقترب من قاره اسيا عند مضيق باب المندب. قاره افريقيا تقترب من قاره اوروبا عند مضيق جبل طارق. قاره افريقيا تقترب من قاره اوروبا عند مضيق جبل طارق. ده بالنسبه مين؟ لقاره افريقيا. قال لك خد بالك قاره افريقيا تتصل بقاره اسيا. يعني ايه تتصل؟ يعني سيادتك تمشي على رجليك كده تتمشى تخش من افريقيا على اسيا من خلال شبه جزيره سيناء. اللي هي فينا مستر؟ اللي هي هنا عند البحر الاحمر من فوق. السبعه اللي هي بتاعت البحر الاحمر دي شبه جزيره مين؟ سيناء. ده بالنسبه الموقع الجغرافي لقاره
افريقيا، الموقع الجغرافي قاره افريقيا. قال لك خد بالك شبه جزيره سيناء بالنسبه لمصر وبالنسبه لافريقيا لها اهميه، لها اهميه حضاريه ولها اهميه استراتيجيه، لها اهميه حضاريه ولها اهميه مين؟ استراتيجيه. شبه جزيره سيناء لها اهميه حضاريه، ايوه شبه جزيره سيناء لها اهميه حضاريه لان شبه جزيره سيناء ساعدت على نقل الحضاره والثقافه من اسيا الى افريقيا، اخذت الحضارات والثقافات من قاره اسيا وودتها لقاره مين؟ افريقيا، عشان كده بقول عليها لها اهميه حضاريه، زي الحضاره مين؟ الحضاره الاسلاميه. الحضاره الاسلاميه اللي ظهرت في اسيا في منطقه شبه الجزيره العربيه هنا، تمام؟ المنطقه دي او الحضاره الاسلاميه اللي ظهرت هنا راحت ودخلت افريقيا من خلال شبه جزيره سيناء، من خلال شبه جزيره سيناء. فلو جالك في الامتحان وقال لك بما تفسر تعتبر شبه جزيره سيناء لها أهمية حضارية، هتقول إنها ساعدت على نقل الحضارات والثقافات من قارة آسيا إلى قارة أفريقيا، إلى قارة أفريقيا، تمام؟ زي الحضارة الإسلامية، زي الحضارة مين؟ الإسلامية. طب يا مستر أنت عمال تقول لي حضارة ونقلت حضارات، يعني إيه حضارة؟ كلمة حضارة يعني إيه؟ أقول لك كلمة حضارة بالبلدي كده، بالبلدي هي أي حاجة نجح الإنسان يعملها. حضارة بالبلدي هي أي حاجة أنتجها الإنسان، أي حاجة أنتجها الإنسان، زي الزراعة، الإنسان عرف الزراعة دي حضارة، الإنسان عرف الكتابة دي حضارة، الإنسان بقى كويس في علم الحساب دي حضارة، الإنسان بنى هرم حضارة، الإنسان بنى معبد حضارة، الإنسان عمل قصر حضارة، أي حاجة عملها الإنسان تعتبر حضارة. قال لك خد بالك الحاجات اللي بيعملها الإنسان دي في منها نوعين، في حاجات بيعملها الانسان بيتقال عليها حاجات ماديه او شق مادي او جانب مادي، زي مين؟ زي الاهرامات. الاهرامات مثلا دي بيتقال عليها ايه؟ حاجات عملها الانسان بس تعتبر ماديه، ان هو جسم ملموس، جسم ايه؟ ملموس. طالما جسم ملموس يتقال عليه مادي. زي القصور، زي المعابد، دي حاجات انتجها الانسان وتعتبر حضاره بس تعتبر ماديه، انتاج مادي، انتاج ايه؟ مادي، الانسان وصل له بس حاجه ماديه. اما الانسان مثلا وصل للكتابه فدي حاجه انتجها الانسان بس الكتابه مش جسم ملموس، الكتابه مش حاجه تقدر تمسكها او تلمسها، فهي انتاج ثقافي، انتاج ثقافي. زي مثلا الحساب، هو برع في علم الحساب، عرف الجمع والطرح والقسمه، فدي حاجه انتاج ثقافي مش انتاج مادي. يبقى الحضاره اي حاجه انتجها الانسان سواء كانت ماديه جسم ملموس او ثقافيه جسم مش ملموس او حاجه ما اقدرش امسكها. زي ايه المادي؟ المادي زي القصور، المعابد، الاهرامات، دي حاجات كلها ماديه. اما الثقافيه اللي هي حاجه غير ملموسه او غير محسوسه، اللي هي زي ايه بقى؟ زي الكتابه، زي اللغه، زي العادات والتقاليد، زي العلوم، الطب والهندسه، زي الفن، الرسم والحاجات دي كلها حاجات ثقافيه. ده بالنسبه لتعريف الحضاره، بالنسبه لتعريف مين؟ الحضاره. فلما يجي لك في الامتحان يقول لك لشبه جزيره سيناء اهميه حضاريه، بما تفسر لشبه جزيره سيناء اهميه حضاريه، هتقول بسبب انها ساعدت على انتقال بعض الثقافات والحضارات عن طريقها من اسيا الى افريقيا، زي الحضاره مين؟ الاسلاميه. قلنا الحضاره هي مجموع ما انتجه الانسان سواء كان انتاج ثقافي، اي حاجه انتجها الانسان سواء كان انتاج ثقافي زي العادات والتقاليد، دي حاجه ثقافيه، حاجه مش محسوسه او حاجه مش ملموسه، والتقاليد والعلوم والفنون والقيم، دي كلها بيتقال عليها انتاج ثقافي لان هي جسم مش ملموس. الثقافه واللغه والرسم والعلوم دي كلها انتاج مين؟ ثقافي. او الانتاج المادي زي مين؟ زي القلاع، زي المباني، زي القصور، دي كلها حاجات ماديه ليها جسم ملموس او ليها كتله وليها حجم. دي بالنسبه مين؟ للحضاره. يبقى الحضاره هو كل ما انتجه الانسان سواء كان ثقافيا او انتاج مادي. ده بالنسبه للاهميه بتاعت شبه جزيره سيناء، الاهميه الحضاريه. قال لك كمان بتعتبر شبه جزيره سيناء لها اهميه استراتيجيه، لشبه جزيره سيناء اهميه استراتيجيه. ليه يا مستر اهميه استراتيجيه؟ ايوه شبه جزيره سيناء بالنسبه لنا، بالنسبه لمصر، بالنسبه لافريقيا لها اهميه استراتيجيه. ليه بقى؟ قال لك لان من خلال شبه جزيره سيناء، بص كده معايا على خريطه، ادي شبه جزيره سيناء اهي. قال لك المنطقه دي اللي هي شبه جزيره سيناء من خلالها تعرضت مصر للعديد من الحملات العسكريه، العديد من الحملات العسكريه جت من شبه جزيره سيناء. مصر
بسبب المنطقه دي تعرضت للعديد من الحملات العسكريه. معظم الحملات العسكريه اللي هم جم عشان يحتلوا مصر جم من هنا. الهكسوس لما جم يحتلوا مصر جم من اسيا وعدوا على شبه جزيره سيناء ودخلوا مصر. المغول لما جم مصر جم من اسيا عدوا على شبه جزيره سيناء ودخلوا مصر. فاي مصيبه جايه لمصر جايه من شبه جزيره سيناء. عشان كده بالنسبه لنا المنطقه دي لها اهميه استراتيجيه، لها اهميه استراتيجيه، ده مصدر بيجي منه مشاكل، بيجي منه حملات عسكريه. لذلك يجب على مصر، يجب علينا، لذلك يجب علينا ان احنا نعمل ايه؟ نامن المنطقه دي كويس. نامن المنطقه دي كويس. يجب علينا الحفاظ على امن سيناء. يجب علينا الحفاظ على امن سيناء، عشان لما نحافظ على امن سيناء احنا كده بنحافظ على امن مصر، وبالتالي بنحافظ على امن افريقيا. فيعتبر امن سيناء هو الامن القومي لمصر والامن القومي لافريقيا. ده بالنسبه مين؟ بالنسبه لسيناء. فسيناء بالنسبه لي بيتعرض منها مصر للعديد من الحملات العسكريه. زي ما اقول لك كده ايه؟ باب وبيجي لك منه مشاكل، باب وبيجي لك منه مشاكل. تعمل ايه؟ سده. الباب يجي لك منه الريح، سده واستريح. فهي سيناء دي بيجي منها مش ريح بقى، ده بيجي منها حملات عسكريه. بيجي منها حملات ايه؟ عسكريه. نسيبها ولا نامنها؟ يجب علينا الحفاظ على امن سيناء، لان امن سيناء يعتبر الامن القومي لمصر والامن القومي لقاره افريقيا. فلما يجي لك يقول لك بما تفسر تعتبر سيناء هي لها أهمية استراتيجية. بما تفسر لسيناء أهمية استراتيجية، هتقول بسببها أو بسبب تعرض مصر للعديد من الحملات العسكرية من خلالها. بسببها تعرضت مصر للعديد من الحملات العسكرية، ولذلك فإن يجب علينا الحفاظ على أمن شبه جزيرة سيناء. يجب علينا الحفاظ على أمن شبه جزيرة سيناء. ليه بقى؟ لأن الحفاظ على أمن شبه جزيرة سيناء ده يعتبر الحفاظ على أمن القومي المصري والأمن القومي لأفريقيا. ده بالنسبة لأهمية شبه جزيرة سيناء. كده حكيت عن أهميتين، أهمية حضارية وأهمية استراتيجية. هنبدأ بقى دلوقتي نتكلم عن الموقع الفلكي لقارة أفريقيا. احنا خلصنا الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا، دلوقتي هنتكلم عن الموقع الفلكي لقارة أفريقيا. وقلت يعني ايه موقع فلكي؟ قلت موقع فلكي يعني انا عايز اعرف قاره افريقيا، القاره دي بتقع بين خط طول كام؟ بين خط طول كام؟ وبين دائره عرض كام؟ وبين دائره عرض كام؟ الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض، الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طب تعالى نعرف قاره افريقيا بتقع بين خط طول كام وكام؟ فلو معايا الخريطه الكبيره، لو معايا الخريطه الكبيره اللي هي خريطه العالم اللي فيها كل القارات، فيها كل مين؟ القارات. الخريطة دي بيقسمها بالنص دائرة اسمها دائرة الاستواء، رقمها صفر. رقمها كام؟ صفر. لو تفتكر معايا احنا خدنا في السنين اللي فاتت خطوط الطول ودوائر العرض. احنا عارفين ان الخريطة بيقسمها بالنص دائرة اسمها دائرة الاستواء رقمها صفر، وعندي هنا فوق 90 دائرة عرض. عندي في النص الشمال ده 90 دائرة عرض، وعندي في النص الجنوبي تحت 90 دائرة عرض. عندي هنا صفر، 1 2 3 لغايه كام؟ 90. ده في الشمال. وتحت عندي 0 1 2 3 لغايه كام؟ لغايه 90. فانا عندي 90 دائره عرض في الشمال، وعندي 90 دائره عرض فين؟ في الجنوب. طب حبيبتنا افريقيا بقى بتقع بين دائره عرض كام وتقع بين دائره عرض كام؟ قال لك قاره افريقيا بتقع بين دائره عرض 37.5 شمالا. 37.5 شمالا، يعني اطلع فوق ولا انزل تحت؟ شمالا يعني فوق ولا تحت؟ شمالا يعني فوق. اقوم سايب 0 1 2 3 4 وادور على 37.5. 37 وايه؟ ونص. هي 37 و30 درجه، بس احنا ايه؟ بنقربها. 37.5 في الشمال. 37.5 فين؟ في الشمال. لغايه دائره عرض كام يا عم؟ قال لك لغايه دائره عرض 34.5 جنوبا. 34.5 جنوبا. اطلع فوق ولا انزل تحت؟ جنوبا يا مستر. يبقى ننزل ايه؟ ننزل تحت. يبقى هنسيب 0 1 2 3 لغايه كام؟ لغايه 34 و30 درجه جنوبا، واحنا بنقربها تبقى كام؟ 34.5 في الجنوب. ادي افريقيا اهي بتقع بين 37.5 شمالا وتقع بين 34.5 جنوبا. اسال بقى سؤال للطالب الذكي، اسال سؤال للطالب مين؟ الذكي، والشر بره وبعيد. حبيبتنا افريقيا، حبيبتنا افريقيا
كلها في الشمال ولا كلها في الجنوب ولا حته في الشمال وحته في الجنوب؟ هتقول لي لا يا مستر دي حته في الشمال وحته مين؟ في الجنوب. طب افريقيا يا ترى افريقيا اهي يا ترى بيعدي عليها دائره الاستواء؟ يا ترى بيعدي عليها دائره الاستواء؟ هتقول لي ايوه يا مستر افريقيا بيعدي عليها دائره مين؟ الاستواء. طيب مدار السرطان بيعدي في قاره افريقيا، مدار السرطان بيعدي في قاره افريقيا. هو رقمه كام مدار السرطان؟ رقمه 23.5 شمالا. 23.5 شمالا. 23.5 ايه؟ شمالا. يعني اقسمه فوق ولا تحت؟ فوق. طب ادور عليه قبل ال 37 ولا ادور عليه بعد ال 37؟ ادور عليه قبل ال 37. نقوله هنا مدار السرطان لو رسمته كده هيعدي في افريقيا، ايوه هيمر في افريقيا. طب اخوه بقى مدار الجدي، اخوه مدار مين؟ الجدي. رقمه كام؟ 23.5 في الجنوب. 23.5 فين؟ في الجنوب. ارسمه فين؟ تحت. طب ارسمه قبل ال 34 ولا بعد ال 34؟ قبل ال 34. طب لو رسمته كده 23.5 هنا، لو رسمته كده هيعدي في قاره افريقيا؟ ايوه هيعدي في قاره افريقيا. يبقى كده افريقيا بيعدي فيها 3 دوائر عرض رئيسيه، بيعدي فيها دائره الاستواء، بيعدي فيها مدار السرطان فوق، بيعدي فيها مدار الجدي تحت. ده بالنسبه لقاره افريقيا. يبقى قاره افريقيا بتقع بين دائره عرض 37.5 شمالا، اخرها تحت دائره عرض 34.5 جنوبا. ده بالنسبه لقاره افريقيا، حته منها فوق وجزء منها تحت. طب انا عايز اعرف بقى افريقيا هل هي في الشرق ولا في النص ولا في الغرب؟ اقوم راسم خط الطول الرئيسي اللي هو خط مين؟ خط جرينتش. رقمه 0. رقمه 0. نفتكر عندي كام خط طول في النص الكرة الشرقي؟ عندي 180 خط طول. عندي 0 1 2 3 4 عندي 180 خط طول في الشرق. طيب عندي كام خط طول في الغرب؟ عندي 180 خط طول في الغرب. 0 1 2 3 180 خط طول في الغرب. يعني كلهم 360 خط طول. 180 خط طول شرقا و180 خط طول غربا. طب حبيبتنا افريقيا بتقع بين خط طول كام وكام؟ قال لك افريقيا بتقع بين خط طول 51 شرقا. 51 شرقا. اروح كده ولا اجي كده؟ شرقا يا مستر. يبقى نروح فين؟ كده. اقوم سايب 0 1 2 3 وادور على 51 الاقيه هنا. نقول هنا 51 اهو. ادي خط كام ده؟ 51. لغايه خط كام يا عم؟ قال لك لغايه خط طول 17 غربا. 17 غربا. اروح كده ولا اجي كده؟ يا مستر غربا. يبقى انا هنروح في النص ده. يعني نسيب 0 1 2 3 وندور على 17 اهو. 17 غربا. ادي افريقيا من خط طول 51 شرقا لخط طول 17 غربا، من دائرة عرض 37.5 شمالا لدائرة عرض 34.5 شمالا. أسأل سؤال للطالب الذكي والشر بره وبعيد. حبيبتنا أفريقيا كلها في الشرق ولا كلها في الغرب ولا حتة في الشرق وحتة في الغرب؟ هتقول يا مستر لا ده جزء منها في الشرق وجزء منها في الغرب. طب انه الجزء الاكبر اللي في الشرق ولا في الغرب؟ هتقول لا يا مستر الجزء اللي في الشرق هو الاكبر. عندي هنا 51 خط طول في الشرق، يبقى معظمها في الشرق وجزء منها صغير في الغرب. طب اسال سؤال كمان، يا ترى خط جرينتش، يا ترى خط جرينتش هو نازل عدى على افريقيا؟ هتقول لي ايوه يا مستر خط جرينتش هو نازل بيعدي على قاره افريقيا. ده بالنسبه للموقع مين؟ بالنسبه للموقع الفلكي لقاره افريقيا. بالنسبه للموقع الفلكي لقاره مين؟ افريقيا. تعالى بقى نشوفها على الخريطه. تعالى نشوفها فين على الخريطه. ادي افريقيا اهي. ادي افريقيا اهي بيعدي فيها دائره الاستواء، نصها في الشمال ونصها في الجنوب. نصها دائره الاستواء بتقسمها نصين، نصها في الشمال ونصها في الجنوب. تمام؟ وادي خط جرينتش اهو بيعدي فيها. ده قاره افريقيا بين خط طول هنا 51 شرقا لخط طول هنا 17 غربا، بين دائرة عرض هنا 37.5 شمالا لغاية دائرة عرض تحت 34.5 جنوبا. ادي قارة مين؟ ادي قارة افريقيا. ادي قارة ايه؟ افريقيا. طب لو لاحظت كده، لو لاحظت كويس هتلاقي قارة افريقيا نصها في الشمال ونصها في الجنوب. بيعدي في النص دائرة الاستواء، بيعدي في شمالها فوق مدار السرطان، بيعدي في جنوبها تحت مدار الجدي،
اما خط جرينتش هو نازل، يا ترى نزل في نص افريقيا ولا في شرق افريقيا ولا في غرب افريقيا؟ هتلاقي خط جرينتش رايح ناحيه الغرب، معدي على غرب افريقيا. ولو لاحظت كمان هتلاقي قاره افريقيا متقسمه نصين، نص فوق ونص تحت. النص الكبير فوق تلتين مساحه افريقيا في الشمال اللي هي الحته الكبيره، والتلت في الجنوب. والتلت فين؟ في الجنوب. تلتين مساحه افريقيا في الشمال وتلت مساحه افريقيا فين؟ في الجنوب. لو جالك سؤال صح وغلط وقال لك تمر دائره الاستواء شمال افريقيا، صح ولا غلط؟ غلط. دائره الاستواء بتمر في وسط افريقيا. تمام؟ طب لو قال لك يمر خط جرينتش، يمر خط جرينتش شرق افريقيا، شرق افريقيا، هيبقى غلط. خط جرينتش بيمر غرب قاره افريقيا. ده بالنسبه للموقع مين؟ ده بالنسبه للموقع الفلكي لقاره افريقيا. كده احنا خلصنا الموقع الجغرافي لقاره افريقيا وخلصنا الموقع الفلكي لقاره افريقيا. هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ هنتكلم عن اهميه موقع قاره افريقيا. اهميه قاره افريقيا. هنحكي عن اهميه قاره افريقيا الاستراتيجيه، وهنحكي عن اهميه موقع افريقيا الاقتصادي، وهنتكلم عن اهميه موقع افريقيا الحضاري. هنتكلم عن كام حاجه؟ 3. الاهميه الاستراتيجيه لقاره افريقيا، الاهميه الاقتصاديه لموقع قاره افريقيا، والاهميه الحضاريه لمين؟ لقاره افريقيا. نبدا اول حاجه بالاهميه مين؟ الاهميه الاستراتيجيه لقاره افريقيا. قال لك لقاره افريقيا اهميه استراتيجيه. لقاره افريقيا اهميه استراتيجيه. قاره افريقيا لها مكان استراتيجي. قاره افريقيا لها مكان استراتيجي، قال لك لانها بتشرف على ممرات ملاحيه مهمه. قاره افريقيا بحكم موقعها الجغرافي هي بتشرف على ممرات ملاحيه مهمه، زي مضيق جبل طارق، وزي مضيق باب المندب، وزي قناه السويس. والممرات دي جعل لقاره افريقيا اهميه استراتيجيه. جعل لقاره افريقيا اهميه استراتيجيه. يبقى لو جالك في الامتحان قال لك بما تفسر لقاره افريقيا اهميه استراتيجيه، لقاره افريقيا اهميه استراتيجيه، هتقول لها يا مستر لانها تشرف على ممرات ملاحيه مهمه، لانها تشرف على ممرات ملاحيه مهمه زي مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، وقناه السويس. ده بالنسبه للاهميه الاستراتيجيه لقاره مين؟ افريقيا. قال لك كمان لقاره افريقيا اهميه اقتصاديه. قاره افريقيا اهميه اقتصاديه. يا ترى افريقيا بتستفيد من موقعها اقتصاديا؟ هتقول لي ايوه. موقعها الجغرافي، بحكم موقعها الجغرافي قال لك اصبحت طريق مهم للملاحه العالميه. بحكم موقعها الجغرافي انها اصبحت طريق مهم للملاحه، حركه السفن. افريقيا موجوده في قلب العالم، موجوده في وسط قارات العالم، فبحكم موقعها الجغرافي بتعدي من عليها حركه الملاحه العالميه، عشان كده اصبح لها اهميه اقتصاديه. اصبح لها اهميه ايه؟ اقتصاديه. ايه كمان؟ قال لك بحكم موقعها الفلكي اللي احنا لسه حكينه، احنا حكينا عن الموقع الفلكي لقاره افريقيا. بحكم موقعها الفلكي تمام مناخها متنوع. ابص كده على قاره افريقيا اهو، موقعها الفلكي بيعدي هنا عليها دائره الاستواء، وبيعدي عليها هنا مدار السرطان، وبيعدي عليها مدار الجدي. لو تفتكر كده معايا احنا قلنا اخدنا قبل كده ان المنطقه اللي عند دائره الاستواء، المنطقه دي شديده الحراره، شديده الحراره، فجوها حر جدا. طب لو بعدت فوق شويه وطلعت فوق شويه وبعدت عن دائره الاستواء، الاقي هنا الجو بدا يبقى معتدل. ولو نزلت تحت شويه، بعدت عن دائره الاستواء ونزلت تحت شويه، الجو هنا هيبقى معتدل. يبقى الموقع الفلكي لقاره افريقيا خلى المناخ هنا حاجه، والمناخ هنا حاجه، والمناخ هنا حاجه. يبقى قاره افريقيا مناخها واحد ولا مناخها متنوع؟ هتقول لي لا يا مستر، مناخ افريقيا مناخ متنوع. بحكم موقعها الفلكي تنوع المناخ في قاره افريقيا، تنوع المناخ في قاره افريقيا. ففي مناطق شديده الحراره، في مناطق معتدله الحراره، وفي مناطق معتدله الحراره. طب دي ميزه ولا عيب؟ تنوع المناخ ميزه ولا عيب؟ تنوع المناخ ميزه. تنوع المناخ ميزه. ليه بقى؟ لان هنا في المنطقه الحاره دي انا هزرع نوع من النباتات، والمنطقه دي هزرع نوع تاني، والمنطقه دي هزرع نوع ثالث، وكل ما المناخ يتنوع كل ما ازرع نباتات اكتر. فتنوع المناخ هيؤدي الى تنوع النباتات الطبيعيه والمحاصيل الزراعيه وتنوع الثروه الحيوانيه.
فبدل ما ازرع حاجه وبدل ما ازرع نوع ازرع 1000 نوع، وبدل ما اكسب من نوع اكسب من 1000 نوع. عشان كده قاره افريقيا لها اهميه اقتصاديه. موقع قاره افريقيا الفلكي خلى مناخها يتنوع، مما ادى الى تنوع النباتات الطبيعيه والمحاصيل الزراعيه والثروه الحيوانيه. عشان كده افريقيا بتكسب من موقعها. ده بالنسبه للاهميه الاقتصاديه لقاره مين؟ افريقيا. فلو جالك في الامتحان وقال لك لقاره افريقيا اهميه اقتصاديه، هتقول موقعها الجغرافي اللي هي جعلها في قلب العالم، فاصبحت تتحكم في طرق الملاحه العالميه. حركه الملاحه بتاعت السفن اللي جايه من الشرق رايحه للغرب بتعدي على افريقيا، واللي جايه من الغرب رايحه على الشرق بتعدي على افريقيا. طبعا افريقيا بتستفيد من حركه السفن دي. ايه كمان؟ هتقول لي بحكم موقعها الفلكي اصبح مناخها متنوع، وبالتالي هيتنوع النباتات الطبيعيه والحيوانات والمحاصيل الزراعيه. ازرع نوع ولا ازرع 1000 نوع؟ ازرع 1000 نوع، هبيع اكتر، هكسب اكتر. عشان كده قاره افريقيا اصبحت لها اهميه اقتصاديه. كمان قال لك لقاره افريقيا اهميه حضاريه. يعني ايه اهميه حضاريه؟ يعني على ارض افريقيا في ناس عاشت ونجحت وعملت حضاره. على ارض افريقيا في ناس عاشت ونجحت وعملت حضاره. طب يا ترى الكلام ده صح؟ ايوه، على قاره افريقيا قامت العديد من الحضارات. في ناس ياما عاشوا ونجحوا وعملوا حضاره. زي مين يا مستر؟ قال لك زي المصريين القدماء، الحضاره المصريه القديمه. الناس دي عاشوا ونجحوا وعملوا حضاره. زي مين كمان؟ قال لك زي حضاره كوش في السودان. الناس دي عاشوا في قاره افريقيا ونجحوا وعملوا لنفسهم حضاره. زي حضاره اكسوم في اريتريا واثيوبيا، وزي حضاره قرطاج في تونس برضو عملوا حضاره. يبقى لو جالك في الامتحان وقال لك لقاره افريقيا اهميه حضاريه، يا ترى لقاره افريقيا لها اهميه حضاريه؟ هتقول لي ايوه يا مستر، حيث قامت على ارض افريقيا العديد من الحضارات، زي الحضاره المصريه القديمه في مصر، حضاره كوش في السودان، حضاره اكسوم في اريتريا واثيوبيا، وحضاره قرطاج في تونس. عشان كده قاره افريقيا لها اهميه حضاريه. هيكلمك بقى في الجزء اللي جاي عن ايه؟ هيكلمك في الجزء اللي جاي عن الكشوف الجغرافيه لقاره افريقيا. مين؟ افريقيا. قال لك على الرغم ان قاره افريقيا قاره قديمه، قاره من قارات العالم القديم، الا ان في بعض المناطق في قاره افريقيا تم اكتشافها حديثا. لسه مكتشفينها قريب. على الرغم ان قاره افريقيا قاره قديمه والناس عاشت فيها من زمان، بس في اماكن في قاره افريقيا لسه مكتشفينها قريب. فيحكي لك عن الكشوف الجغرافيه لقاره مين؟ لقاره افريقيا. طب هنحكي عن مين؟ هنحكي عن دور المصريين القدماء او دور المصريين في اكتشاف قاره افريقيا. هنحكي عن دور العرب في اكتشاف قاره افريقيا. هنحكي عن دور الاوروبيين في اكتشاف قاره افريقيا. هحكي عن كام دور؟ 3: المصريين، العرب، الاوروبيين، واكتشافهم لقاره افريقيا. هنحكي عن اول حاجه عن دور المصريين في اكتشاف قاره مين؟ افريقيا. يا ترى المصريين كان ليهم دور في اكتشاف قاره افريقيا؟ ايوه. انا هحكي عن المصريين القدماء، وهحكي عن المصريين في العصور الحديثه. هحكي عن المصريين في العصور القديمه ودورهم في اكتشاف قاره افريقيا، وهحكي عن المصريين في العصور الحديثه ودورهم في اكتشاف قاره مين؟ افريقيا. تعال بقى معايا كده ونشوف المصريين في العصور القديمه عملوا ايه لاكتشاف قاره افريقيا. قال لك في العصور القديمه كان في شخصيتين لهم دور في اكتشاف قاره افريقيا، هنحكي عنهم مع بعض. الشخصيه الاولى اللي هو الرحاله حارخوف، والشخصية الثانية اللي هو الملك نخاو الثاني. هنحكي مع بعض عن شخصيتين كانوا موجودين في العصور القديمة ودورهم في اكتشاف قارة أفريقيا. نبدأ بمين؟ نبدأ بالرحالة حارخوف. قال لك ده كان رحالة مصري. الراجل ده قدر ان هو ينزل في 4 رحلات ناحية الجنوب،
نزل باربع رحلات ناحيه الجنوب، ويعتبر من اوائل المصريين اللي كان ليهم دور في اكتشاف قاره افريقيا. ده بالنسبه لحرخوف. يبقى ده كان رحاله مصري بيعمل رحلات. الراجل ده قدر ينزل باربع رحلات ناحيه الجنوب، ويعتبر من اوائل المصريين اللي كان ليهم دور في اكتشاف قاره مين؟ افريقيا. الشخصيه الثانيه معانا مين يا مستر؟ الشخصيه الثانيه اللي هو الملك نخاو، بس المره دي ده كان ملك كان بيحكم مصر، وده كان ليه دور في اكتشاف قاره افريقيا. الملك ده طلع سفينه من البحر الاحمر. السفينه دي عدت من مضيق باب المندب، عدت على المحيط الهندي، لفت حوالين قاره افريقيا، لفت حوالين قاره افريقيا، وبعد كده دخلت على المحيط الاطلنطي، ومن المحيط الاطلنطي دخلت من مضيق جبل طارق، وبعد كده عادت الى مصر بعد ما استغرقت 3 سنوات. تعتبر اول رحله للدوران حول قاره افريقيا عملها المصريين في عهد الملك نخاو الثاني. ده دور المصريين. كده حكيت عن شخصيتين، حكيت عن رحاله حرخوف اللي نزل باربع رحلات ناحيه الجنوب لاكتشاف قاره افريقيا، وحكيت كمان عن الملك نخاو الثاني اللي هو خرج رحله لاكتشاف افريقيا، خرجت من البحر الاحمر، عادت من مضيق جبل طارق، واستغرقت كام سنه؟ 3 سنين. قال لك كمان في العصور القديمه كان في المصريين بقى العاديين، المصريين بقى الشعب المصري العادي، المصريين العاديين برضه كان ليهم دور، فوصلوا لبعض المناطق. وصلوا لمنطقه السودان هنا تحت، وصلوا لمنطقه القرن الافريقي هنا، وصلوا لمنطقه اعالي النيل، وصلوا كمان لغرب قاره افريقيا، لغرب قاره مين؟ افريقيا. دول بالنسبه للمصريين. وصلوا كام منطقه؟ 4. وصلوا للسودان، وصلوا للقرن الافريقي، وصلوا لاعالي النيل، وصلوا لغرب قاره افريقيا. فلو جالك في الامتحان وقال لك عايز دليل ان المصريين القدماء، كان ليهم دور في اكتشاف قاره افريقيا، هتقول لي تعالى احكي لك عن دور المصريين القدماء في اكتشاف قاره افريقيا، واحكي لك عن شخصيتين، واحكي لك عن المصريين. هنحكي عن كام حاجه؟ 3. هنحكي عن الرحاله حرخوف اللي قام باربع رحلات نحو الجنوب، وكان من اوائل المصريين الذين اكتشفوا اجزاء من قاره افريقيا. وهتقول لي كمان الملك نخاو الثاني الذي ارسل بعثه للدوران حول قاره افريقيا استغرقت 3 سنوات، بدات من البحر الاحمر وعادت عبر مضيق جبل طارق. وهتحكي كمان عن المصريين القدماء اللي هم وصلوا للسودان والقرن الافريقي، وامتدوا حتى غرب افريقيا واعالي منابع النيل. كده هتحكي عن كام حاجه؟ 3. هتحكي عن الرحاله حرخوف والملك نخاو، وهتحكي عن دور المصريين. ده بالنسبه لدور المصريين في العصور القديمه. تعالى بقى طيب نحكي عن المصريين في العصور الحديثه. في العصور الحديثه المصريين كان ليهم دور في اكتشاف قاره افريقيا. ايوه، المصريين كان ليهم دور في اكتشاف قاره افريقيا في العصور الحديثه. وهنا هنحكي عن شخصيتين، محمد علي باشا وحفيده الخديوي اسماعيل. تعالى نشوف ونبدا بمين الاول؟ نبدا الاول بمحمد علي باشا ودوره في اكتشاف قاره افريقيا. قال لك محمد علي ده كان بيحكم مصر. الراجل ده كان بيحكم مصر. لما مسك الحكم محمد علي قعد يتفرج على نهر النيل ويفكر يا ترى النهر ده جايب ميته منين؟ النهر ده جايب ميته منين؟ بدأ محمد علي يفكر وعاوز يوصل لمنابع النيل، عاوز يوصل لمنبع النيل، الميه دي جايه منين؟ يسكت محمد علي؟ لا ما يسكتش، ما يصحش. يعمل ايه محمد علي؟ محمد علي راح مطلع رحله عام 1839. الرحله دي خرجت من مصر، فضلت ماشيه ها لغايه لما قدرت توصل الى جنوب السودان. قدرت توصل الى جنوب مين؟ السودان. فضلت ماشيه لغايه لما وصلت لجنوب مين؟ السودان. كملت الرحله دي؟ لا ما كملتش، بس الرحله دي قدرت تكتشف الحته دي من نهر النيل. اكتشفت الحته دي اللي هي مين؟ النيل الابيض. اكتشفت النيل الابيض وقدروا يرسموا خريطه لنهر النيل من مصر لغايه جنوب السودان. من مصر لغايه ايه؟ لغايه جنوب السودان. ده بالنسبه لعصر محمد علي. يبقى محمد علي كان ليه دور في اكتشاف النيل. ايوه، الراجل ده كان بيحكم مصر، ولما حكم مصر بدا يفكر في ميه النيل جايه منين. يسكت؟ لا ما سكتش، قال لك ما يصحش، لازم اعرف الميه دي جايه منين.
فطلع رحله عام 1839. الرحله دي طلعت من مصر، فضلت ماشيه لغايه لما وصلت لجنوب السودان، فاكتشفوا الحته دي من نهر النيل، وتسمى الحته دي النيل الابيض، وراحوا راسمين خريطه لنهر النيل، راسمين خريطه لنهر مين؟ النيل، من اول مصر لغايه جنوب السودان. ده دور محمد علي، وما قدرش يوصل لمنابع النيل عشان يموت محمد علي ويجي وراه حفيده، حفيد محمد علي الخديوي اسماعيل، عشان يكمل اللي بدأه جده، جده عاوز يعرف هو كمان الميه بتاعت نهر النيل دي جايه منين. يسكت؟ لا ما يصحش. يعمل ايه؟ يقوم بعت هو كمان رحله عشان يعرف الميه دي جايه منين، وقدر ان هو يمد الحكم بتاعه حتى جنوب دائره الاستواء. قدر يحكم مصر من فوق لغايه جنوب دائره مين؟ الاستواء. وصل بالحكم بتاعه الى جنوب دائره الاستواء. ده بالنسبه لمين؟ للخديوي اسماعيل. يبقى ليه دور في اكتشاف افريقيا؟ ايوه. وصل بالحكم بتاعه الى جنوب دائره الاستواء، ووصل لمنابع النيل. وصل لمنابع مين؟ النيل. ده بالنسبه للخديوي اسماعيل ودور المصريين في العصور الحديثه. فلو جالك في الامتحان وقال لك انا عايز دليل ان المصريين كان لهم دور في اكتشاف قاره افريقيا في العصور الحديثه، دلل اثبت، احكي لي ان المصريين كان لهم دور. هتقول لي ده انا احكي لك عن شخصيتين. احكي لك عن شخصيه محمد علي باشا اللي ارسل رحله لاكتشاف منابع النيل عام 1839، والرحله دي قدرت انها توصل وتكتشف النيل الابيض، وقدرت كمان انها ترسم خريطه لنهر النيل حتى جنوب السودان. دي اول شخصيه معانا. الشخصيه الثانيه هحكي لك كمان عن حفيد محمد علي الخديوي اسماعيل، اللي هو هيكمل اللي بدأه جده، هيهتم باكتشاف منابع النيل، وكمان وصل حكمه الى جنوب دائره الاستواء. ده بالنسبه لدور المصريين في اكتشاف قاره افريقيا. وانا كده حكيت عن المصريين في العصور القديمه، وحكيت عن المصريين في العصور مين؟ الحديثه. دلوقتي هنحكي عن دور العرب في اكتشاف قاره افريقيا، وهنحكي عن 3 انواع من العرب في العصور الوسطى ودورهم في اكتشاف قاره افريقيا. هنحكي عن الجغرافيين والرحاله العرب ودورهم في اكتشاف قاره افريقيا، وهنحكي عن القوافل العربيه ودورها في اكتشاف قاره افريقيا، وهنحكي عن الممالك الاسلاميه ودورها في اكتشاف قاره افريقيا. كده هنحكي عن كم نوع من العرب؟ هنحكي عن 3 انواع من العرب: الرحاله الجغرافيين، القوافل العربيه، ثالث حاجه هنحكي عن الممالك الاسلاميه ودورها في اكتشاف قاره افريقيا. نبدا مين الاول؟ نبدا بالرحاله الجغرافيين. الرحاله مين؟ الجغرافيين ودورهم في اكتشاف قاره افريقيا. طب الرحاله الجغرافيين العرب دول جايين منين؟ جايين من منطقه شبه الجزيره العربيه. المنطقه دي العرب اصلهم من شبه الجزيره العربيه. فهنحكي عن واحد من الرحاله الجغرافيين. اسمه ايه الراجل ده؟ اسمه ابن بطوطه. جاء من شبه الجزيره العربيه، عدى على شمال افريقيا، وفضل ماشي وصل لغايه غرب قاره افريقيا. لقى الصحراء الكبرى، يسيبها لا ما يصحش، يقوم نازل واخترق الصحراء الكبرى حتى جنوبها لغايه لما وصل بلد اسمها مالي. مالي. ده بالنسبه لدور ابن بطوطه في اكتشاف قاره افريقيا. من الرحاله العرب عدى على شمال افريقيا، من شمال افريقيا وصل حتى غرب قاره افريقيا، وبعد كده وصل للصحراء الكبرى، يسيبها ما يصحش، يعدي من شمالها حتى جنوبها، اخترق الصحراء الكبرى حتى جنوبها حتى وصل لبلد اسمها مالي. ده بالنسبه لابن بطوطه ودوره في اكتشاف قاره افريقيا. في واحد تاني من الرحاله والجغرافيين اسمه المسعودي، وده من العرب، وده من الجغرافيين اللي هم يهتموا بالجغرافيا. الراجل ده جه زار قاره افريقيا، ولكن لما كان بيزور قاره افريقيا كان بيسجل كل حاجه بيشوفها في قاره افريقيا. فلو شاف نهر فبيكتب ان هو شاف نهر في قاره افريقيا، لو شاف هضبه يكتب عن الهضبه اللي هو شافها ويبدا يوصفها، لو شاف جبل يكتب عن الجبل اللي هو شافه ويوصفه. اي حاجه كان بيشوفها في قاره افريقيا كان بيوصفها، فكان بيوصف قاره افريقيا. ده بالنسبه لابن مسعودي. فالراجل ده كان ليه دور في اكتشاف افريقيا. ايوه، الراجل ده زار افريقيا وكتب عنها، زار افريقيا
وكتب عنها. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمسعودي في اكتشاف قاره افريقيا. كده انا حكيت عن 2 من الرحاله والجغرافيين. حكيت عن ابن بطوطه اللي جه عدى من شمال افريقيا حتى غربها، اخترق الصحراء الكبرى، وصل لغايه مالي، لبلد اسمها ايه؟ مالي. وكلمت كمان عن مين؟ كلمت كمان عن المسعودي اللي هو زار افريقيا وكتب عنها. ده بالنسبه للرحاله الجغرافيين. الرحاله مين؟ الجغرافيين ودورهم في اكتشاف قاره افريقيا. ادي اول واحد اللي هو ابن بطوطه، وادي الثاني اللي هو مين؟ المسعودي. طب هيحكي بعد كده عن مين؟ بيحكي عن القوافل العربيه ودورها في اكتشاف قاره افريقيا. يا ترى القوافل العربيه ايه دورها في اكتشاف قاره افريقيا؟ طبعا القوافل العربيه دي جايه منين؟ ادي افريقيا اهي، وادي شبه الجزيره العربيه اهي. وبدات شبه الجزيره العربيه تبعت بعض القوافل. منطقه شبه الجزيره العربيه كان يجي منها قوافل تجاريه بتعدي من البحر الاحمر تخش على شرق قاره افريقيا. تعدي من البحر الاحمر تخش شرق قاره مين؟ افريقيا. فالقوافل دي في منها اللي وصل للسودان، وفي منها اللي وصل الى الحبشه، وفي منها من وصل الى جزر القمر. فكان ليهم دور في اكتشاف قاره افريقيا. والقوافل دي لما الاسلام بدا يظهر في شبه الجزيره العربيه كان ليها دور كمان في نشر الدين الاسلامي في شرق قاره افريقيا. يبقى القوافل العربيه ليها دور في اكتشاف قاره افريقيا. ايوه، لو جالك في الامتحان وقال لك دلل، اثبت لي ان القوافل العربيه ليها دور في اكتشاف قاره افريقيا، هتقول ان القوافل دي جت الى شرق قاره افريقيا، اكتشفوا اماكن فيها، اكتشفوا السودان والحبشه، وصلوا كمان الى جزر القمر، وكمان كان لهم دور في نشر الدين الاسلامي. ده بالنسبه لمين؟ للقوافل العربيه واكتشافها لقاره افريقيا. قال لك وصلت القوافل العربيه الى السودان، الى الحبشه، الى جزر القمر وغيرها، وساهموا في نشر الدين الاسلامي. ممكن يجي لك سؤال بصيغه ثانيه يقول لك ما النتائج المترتبه على وصول القوافل العربيه قاره افريقيا؟ ما النتائج المترتبه على وصول القوافل العربيه الى قاره افريقيا؟ هتقول لي يا مستر حاجتين. اول حاجه القوافل دي وصلت لاماكن كتير، وصلت للسودان ووصلت للحبشه ووصلت لجزر القمر، كان لهم دور في اكتشافهم، وكمان كان لهم دور في نشر الدين الاسلامي. ده بالنسبه للقوافل العربيه. هحكي بعد كده عن الممالك الاسلاميه ودورها في اكتشاف قاره افريقيا. طبعا لما الاسلام دخل شرق افريقيا ولما المسلمين دخلوا هنا شرق افريقيا، ايه اللي حصل؟ بداوا المسلمين كل مجموعه من المسلمين يكونوا لنفسهم مملكه. كل مجموعه من المسلمين يقعدوا مع بعض وياخدوا حته من الارض ويحكموها ويكونوا لنفسهم ايه؟ مملكه. فبدات تظهر الممالك في شرق قاره مين؟ افريقيا. هنا بدات تظهر ممالك في شرق قاره افريقيا، ومملكه جنب مملكه بدات تزيد الممالك لغايه لما وصلت فين؟ وصلت الى وسط افريقيا. وبدات الممالك تزيد لغايه لما وصلت لغرب افريقيا. ده نتيجه انتشار الدين الاسلامي. بدات تظهر ممالك في شرق افريقيا، وصلت لممالك الى هضبه البحيرات الاستوائيه في وسط افريقيا، وكمان كونا ممالك اسلاميه في غرب قاره افريقيا. تمام؟ ده بالنسبه للممالك الاسلاميه اللي هي بدات تنتشر وتزداد وتوصل من الشرق حتى الغرب. فقال لك امتدت الممالك من السواحل الشرقيه لقاره افريقيا لغايه هضبه البحيرات الاستوائيه في وسط افريقيا، كما تكونت بعض الممالك في غرب قاره افريقيا. يبقى عندي كده ممالك في الشرق، وعندي ممالك في النص عند هضبه البحيرات الاستوائيه، وعندي ممالك في غرب قاره افريقيا. ده بالنسبه لدور العرب في اكتشاف قاره افريقيا. فانا كده حكيت عن 3، حكيت عن الرحاله الجغرافيين، وحكينا كمان عن القوافل العربيه اللي جت من شبه الجزيره العربيه، وحكينا عن الممالك اللي بدات تتكون في قاره افريقيا في شرقها، ثم عند هضبه البحيرات الاستوائيه، ثم امتدت حتى غرب قاره افريقيا. هنتكلم دلوقتي عن مين؟ هنتكلم دلوقتي عن دور الاوروبيين في اكتشاف قاره افريقيا. احنا اتكلمنا عن دور المصريين في اكتشاف قاره افريقيا، وحكينا عن دور العرب في اكتشاف قاره افريقيا. دلوقتي هنحكي عن دور الاوروبيين في اكتشاف قاره افريقيا. هنحكي عن دور الاوروبيين في فترتين. هنحكي عن دور الاوروبيين في فتره القرن ال15،
وهنحكي عن دور الاوروبيين في فتره القرن ال 18 وال 19. احنا هنحكي عن الاوروبيين في كام فتره؟ هنحكي عن الاوروبيين في فترتين، في فتره القرن ال 15 وكمان هنحكي عن الاوروبيين في فتره القرن ال 18 والقرن الكام؟ ال 19. تمام؟ نبدا بمين؟ هنبدا بالاوروبيين في القرن الكام؟ ال 15. في القرن الكام؟ ال 15. ايه اللي حصل؟ وايه دور اوروبا في القرن ال 15 لاكتشاف قاره افريقيا؟ الحكايه بدات ازاي؟ الحكايه بدات من عند البرتغاليين. بدات عند مين؟ البرتغاليين. فكان في امير برتغالي اسمه هنري الملاح. الراجل ده كان له التجاره بتاعته اللي هي بتوصل للهند، التجاره اللي بتيجي من اوروبا لاسيا للتاجر مع مين؟ مع بلاد الهند. طب ايه اللي حصل؟ الامير هنري الملاح الراجل ده كان بيعدي بالبضاعه بتاعته في البحر المتوسط، من البحر المتوسط يقوم داخل على افريقيا، ومن افريقيا يقوم واصل للشرق يوصل لمين؟ للهند. هو راجع بيرجع من نفس القصه، يرجع من اسيا يقوم داخل على افريقيا البحر المتوسط، ومن البحر المتوسط يقوم راجع على فين؟ الى اوروبا. وطبعا هو رايح بيعدي على افريقيا، هو راجع بيعدي على افريقيا. وزمان اللي بيعدي على افريقيا وبيعدي على ارضنا لازم يدفع لنا، مش انت هتعدي يبقى لازم تدفع، رايح تدفع وانت راجع بتدفع. ايه اللي حصل؟ الامير هنري الملاح الراجل ده بدا ينكش على اي طريق تاني يوصل بيه من الغرب، من اوروبا للشرق للهند، بس الطريق ده من غير ما يعدي على قاره افريقيا. عايز اي طريق يوصل بيه من اوروبا لاسيا بس ما يعديش على قاره مين؟ افريقيا. يسكت ما يصحش، يسكت ما يصحش. يعمل ايه؟ ينكش على اي طريق. لدرجه ان البرتغاليين جابوا كتب العرب وبداوا يقروا في كتب العرب اللي كانوا كاتبينها عن قاره افريقيا، لغايه نجحوا في نهايه القرن ال 15 بعد ما جمعوا معلومات. نجحوا في نهايه القرن ال 15 ان هم يطلعوا رحله من عندهم تنزل عند المحيط الاطلنطي. الرحله دي تفضل ماشيه 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 تلف من عند طريق راس رجاء الصالح تخش على المحيط الهندي، ومن المحيط الهندي توصل لمين؟ للهند. فنجح البرتغاليين بالوصول بالتجاره بتاعتهم من الغرب للشرق من غير ما يعدوا على قاره افريقيا، واكتشفوا طريق راس رجاء الصالح. واكتشفوا طريق راس رجاء الصالح. هتقول لها مستر بس الطريق ده طريق طويل جدا، ما ده اوفر لهم. اقول لك والله هو زمان السفن ما كانتش تمشي بالبنزين ولا كانت بتمشي بسولار ولا بتمشي بالحاجات دي. اما كانت بتمشي بايه؟ كانت بتمشي بالرياح، شراع، والرياح الهواء يزق السفينه والهواء ببلاش، ما كانش بيدفع حاجه. تاني حاجه البرتغاليين وهم ماشيين ما كانش بيمشوا كده وخلاص. لما اكتشفوا الطريق ده بداوا يعملوا هنا مواني ومراكز تجاريه، مينا ومركز تجاري عشان يستريح فيها ويتاجر فيها. ينزل تحت شويه يعمل مينا ويعمل مراكز تجاريه، منها ان هم يريحوا السفن ومنها كمان ان هم يتاجروا فيها. كمان عملوا مراكز مؤمنه تجاريه للتجاره عشان السفن تستريح وهكذا. فانشأوا على طول السواحل الغربيه لقاره افريقيا مواني ومراكز تجاريه. الهدف منها ان السفن وهي ماشيه من اوروبا لغايه اسيا تمشي في امان. فهو عايز يامن حركه ملاحه السفن، عاوز يامن حركه ملاحه السفن، عشان كده انشا مجموعه من المواني والمراكز التجاريه. فلو جالك في الامتحان يقول لك امال ليه البرتغاليين عملوا مواني ومراكز تجاريه على السواحل الغربيه قاره افريقيا؟ لتامين حركه ملاحه السفن التجاريه، عشان السفن وهي ماشيه والتجاره هي ماشيه تمشي متامنه لغايه لما توصل فين؟ لغايه لما توصل للهند في اسيا. ده بالنسبه لدور البرتغاليين في القرن الكام؟ ال 15 في الفتره دي. ايه دورهم في اكتشاف قاره افريقيا؟ فلو جالك قال لك عايز دليل ان البرتغاليين كان لهم دور في اكتشاف قاره افريقيا، هتقول لي البرتغاليين في عهد الامير هنري الملاح في القرن ال 15 بدات محاولتهم لاكتشاف افريقيا، حيث استفادوا مما كتبه العرب عن افريقيا. جابوا الكتب بتاعت العرب واستفادوا منها وجمعوا منها معلومات، وحاولوا الوصول الى الهند عن طريق الدوران حول افريقيا. وفي نهايه القرن ال 15 نجح البرتغاليين في اكتشاف طريق راس رجاء الصالح واسسوا عليه مجموعه من المراكز التجاريه. ليه عملوا مراكز تجاريه؟ بما تفسر قام البرتغاليين بتاسيس المواني والمراكز التجاريه على طريق راس رجاء الصالح لتامين الملاحه
والتجاره، لتامين الملاحه ومين؟ والتجاره. ده بالنسبه لدور البرتغاليين في القرن الكام؟ ال15. هنحكي بقى دلوقتي عن دور الاوروبيين في القرن ال18 وال19. يا ترى الاوروبيين في القرن ال18 وال19 كان ليهم دور في اكتشاف قاره افريقيا؟ قال لك ايوه، الاوروبيين كان ليهم دور. الانجليز والفرنسيين والهولنديين كان ليهم دور في اكتشاف قاره افريقيا. دور الانجليز والفرنسيين والهولنديين في القرن ال18 وال19. الحكايه بدات ازاي؟ الحكايه بدات ان الهولنديين والانجليز والفرنسيين جم عندنا خبطوا على بابنا وقالوا لنا احنا جايين عشان نساعدكم في اكتشاف منابع النيل. لقينا حد بيخبط على بابنا، الانجليز، الهولنديين، الفرنسيين بيخبطوا على بابنا، عايزين ايه يا جدعان؟ عايزين نساعدكم لاكتشاف منابع النيل. طب احنا طلبنا منكم حاجه؟ لا، بس هم جايين يساعدونا. يعني هم بيقولوا ان هم جايين يساعدونا لاكتشاف منابع النيل. فاحنا كقاره افريقيا احنا ناس طيبين، فما ينفعش يجي حد عندك ويخبط على بابك ويطلب ويقول لك انا جاي اساعدك وانت تكسفه. فاحنا قلنا لهم اتفضلوا ساعدونا في اكتشاف مين؟ النيل. فرحبنا بيهم ودخلناهم عشان يساعدونا في اكتشاف النيل. ولما دخلوا قاره افريقيا شافوا الموارد بتاعتنا وشافوا الثروات بتاعتنا وشافوا نهر النيل وشافوا الثروات بتاعتنا والخير بتاعنا، فبداوا يطمعوا فينا، بداوا يطمعوا في ارضنا. عارف عامله زي ايه؟ عارف لما سيادتك تكون قاعد في البيت بتوضب البيت بتاعك او بتجهز البيت بتاعك ويجي حد يخبط على بابك ويقول لك انا جاي اساعدك في توضيب البيت، فانت كشخص محترم تمام هتتحرج منه، ضيف جاي لك ويقول لك جاي اساعدك، هتقول له اتفضل خش ساعدني ونوضب البيت مع بعض. فيبدا لما يخش الناس دي تساعدك عشان توضب البيت، فيشوفوا البيت بتاعك ويشوفوا الخير اللي عندك، فاللي يطمع في الثلاجه واللي يطمع في الغساله واللي يطمع في البوتاجاز واللي يطمع في الفلوس واللي يطمع في الذهب، تمام، ويبداوا يطمعوا في الخير بتاعك. هم نفس القصه، هم جم قال ايه عشان يساعدونا في اكتشاف نهر النيل، جم قال ايه عشان يأمنوا تجارتهم في الهند، ولكن في الحقيقه هم مش جايين عشان كده، هم جايين طمعانين في الخير بتاعنا وجايين طمعانين في ثرواتنا. وفعلا جم وبداوا يطمعوا في الارض بتاعتنا. وبعد كده ايه اللي حصل؟ العركه قامت، بس العركه قامت بين مين ومين؟ العركه قامت بينهم وبين بعض، مسكوا في خناق بعض، الانجليز على الفرنسيين على الهولنديين، بداوا يتعاركوا مع بعض. ليه يا مستر؟ بداوا يتعاركوا مع بعض على الخير اللي عندنا، اللي عايز ياخد الثلاجه لنفسه واللي عايز ياخد الفلوس واللي عايز ياخد الذهب واللي طمعان في البوتاجاز، وكل واحد طمعان في حاجه، فالعركه قامت بينهم. طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ بعد ما اتعاركوا مع بعض قال لك لا بس احنا هنتعارك مع بعض عند الناس الغريبه، مش هينفع الكلام ده. طب نعمل ايه؟ قال لك لا، احنا نقعد ونقسم الخير ده بيننا. قعدوا الدول الاجنبيه الدول الاوروبيه قعدوا يقسموا الخير بتاعنا، مسكوا قاره افريقيا واعتبروها تورتايه وبداوا يقسموها، تاخد كريمه ولا تاخد شوكولاته اللي انت عايزه، وبداوا يقسموا التورته دي عليهم مع بعضهم. طب وبعدين بعد ما قسموا القاره بتاعتنا، بعد ما قسموا الخير بتاعنا، اتعاركوا مع بعض تاني يا مستر. ايوه اتعاركوا مع بعض تاني. ليه؟ قال لك ان انت خدت حته احسن من حتتي، انت خدت حته احسن من حتتي، انت خدت حته اكبر من حتتي، انت خدت حته على بحرين وانا خدت حته بتطل على بحر واحد. فبداوا يتعاركوا مع بعض، كل واحد طمعان في ايد اللي في ايد الثاني، فبداوا يتعاركوا مع بعض. المهم تمر السنين ويقرروا ان هم يجوروا في داهيه، قرروا ان هم يمشوا، بس بعد ما ايه؟ بعد ما نهبوا خيراتنا، قرروا ان هم يمشوا بعد ما نهبوا ثرواتنا ونهبوا الخير بتاعنا، رجعوا غاروا في داهيه ومشوا وسابوا قاره افريقيا. بس سابونا بنعاني من فقر، سابونا نعاني من فقر، نهبوا خيراتنا وسابونا بنعاني من فقر، ودلوقتي بيعايرونا ويقول لك القاره الافريقيه الفقيره، القاره الافريقيه الفقيره. طب ومين سبب فقرها؟ مش انتوا اللي سرقتونا، مش انتوا اللي نهبتونا، مش انتوا اللي اخدتوا الخير مننا، دلوقتي جايين تعايرونا وتقولوا علينا القاره الافريقيه الفقيره. فدول بيطبق عليهم كلام ايه؟ او بيطبق عليهم مثل ايه؟ حرامي وبجح. هو سرقنا ونهب الخير بتاعنا وفي الاخر بيعايرنا ويقول لك القاره الافريقيه الفقيره. القاره الافريقيه مين؟ فقيره. ومين سبب فقرنا؟ مش انت اللي سرقتنا، مش انت اللي نهبت الخير بتاعنا.
ده بالنسبه لدور الاوروبيين في اكتشاف قاره افريقيا في القرن الكام؟ في القرن ال 18 وال 19. جم قال ايه؟ يكتشفوا نهر النيل. جم قال ايه؟ عشان يامنوا التجاره بتاعتهم، ولكن في الحقيقه مش جايين عشان كده، جايين عشان ينهبوا خيراتنا. فلما الصراع قام بينهم قرروا ان هم يعملوا ايه؟ يقسموا الارض بتاعتنا، قسموا ارض افريقيا بينهم وبين بعض، وفي الاخر نهبوا خيراتنا وغاروا في داهيه مشوا، بس سابونا نعاني من الفقر. قال لك الاوروبيين في القرن ال 18 وال 19 اللي هم مين؟ الانجليز والفرنسيين والهولنديين. توالت الكشوف الجغرافيه وكان لهم دور في اكتشاف منابع النيل في نهايه القرن ال 18 وخلال القرن الكام؟ ال 19. طب هم جايين ليه؟ جايين بهدف الوصول الى الهند عن طريق الدوران حول قاره افريقيا. قال ايه؟ ان هم عايزين يامنوا تجارتهم ناحيه الهند. قال ايه؟ جايين عشان يساعدونا لاكتشاف نهر النيل، ولكن في الحقيقه هم جايين عشان ينهبوا خيراتنا واستغلال ثرواتنا. طب ايه اللي حصل؟ بعد كده قعدوا مع بعض وبداوا يقسموا الارض بتاعتنا. ليه؟ لان هم اتعاركوا مع بعض. قال لك كتقسيم قاره دول افريقيا الى دول مختلفه المساحه. ليه الاوروبيين قعدوا وقسموا القاره بتاعتنا الى دول مختلفه المساحه؟ ليه قطعونا؟ وليه قسمونا الى دول؟ قال لك بسبب تصارع الدول الاستعماريه على نهب خيراتنا واستغلال ثرواتنا. لما العركه قامت بينهم كل واحد طمعان في حاجه، قال لك لا نقعد مع بعض وايه؟ ونقسم. يبقى ليه هم قسمونا؟ لما يقول لك بما تفسر تقسيم قاره افريقيا الى دول عديده مختلفه المساحه عشان حصل صراع بينهم لنهب خيراتنا. طب نتيجه ان هم قسمونا ونتيجه ان هم نهبوا خيراتنا، ايه اللي حصل؟ بعد ما قسمونا وبعد ما نهبوا خيراتنا سابونا نعاني من الفقر. جعلوا افريقيا تعاني من الفقر رغم امتلاكها ثروات طبيعيه متعدده. سابونا نعاني من الفقر وجم في الاخر بيعايرونا ويقول لك القاره الافريقيه الفقيره. ده بالنسبه لدور الاوروبيين في القرن ال 18 ودور الاوروبيين في القرن ال 19 لاكتشاف قاره افريقيا. كده اتكلمنا عن مين؟ كده اتكلمنا عن المصريين ودورهم في اكتشاف قارة أفريقيا، سواء المصريين القدماء أو المصريين في العصور الحديثة. اتكلمت عن العرب ودورهم في اكتشاف قارة أفريقيا، سواء العرب الجغرافيين والرحالة أو القوافل العربية أو الممالك الإسلامية. اتكلمنا كمان عن الأوروبيين في اكتشاف قارة أفريقيا، واتكلمت عن دورهم في القرن ال 15 أيام هنري الملاح والأمير البرتغالي هنري الملاح، واتكلمت عن الاوروبيين في القرن ال 18 وال 19 اللي هم الانجليز والفرنسيين والهولنديين. ده بالنسبه للجزء الثالث اللي في الدرس اللي هو بيتكلم عن الكشوف الجغرافيه لقاره افريقيا. اخر جزء عندي في الدرس بيكلمني عن الخريطه السياسيه لقاره افريقيا. طبعا الاوروبيين لما استعمرونا واحتلونا قسموا قاره افريقيا لدول مختلفه المساحه. الاوروبيين قسمونا حوالي 54 دوله افريقيه. يبقى قاره افريقيا كقاره فيها كام دوله؟ فيها حوالي 54 دوله. الدول دي في منها اللي مساحتها كبير وفي منها اللي مساحتها صغير. اكبر دوله افريقيه من حيث المساحه الجزائر. الجزائر هي اكبر دوله من حيث المساحه. طب مصر يا مستر دوله كبيره؟ ايوه مصر من الدول الكبيره، بس هي مش اكبر واحده. اكبر دوله من حيث المساحه هي مين؟ الجزائر. قال لك كمان قاره افريقيا بتضم 10 دول عربيه. بتضم 10 دول عربيه. طبعا احنا عارفين واخدنا قبل كده في السنين اللي فاتت ان الوطن العربي فيه 22 دوله عربيه، في 12 دوله في الجناح الاسيوي. هنا في 12 دوله في الجناح الاسيوي، اما الجناح الافريقي في 10 دول عربيه. طب تعالى نشوفهم كده على الخريطه. مين الدول العربيه دي؟ عندك مصر، تحت منها السودان، جنب منها ليبيا، فوق هنا تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، وعندك هنا جيبوتي، وعندك هنا الصومال، وعندك تحت هنا جزر القمر. لو نعدهم كده هنلاقيهم 10 دول. تاني، مصر، تحت منها ليبيا، تحت منها السودان، جنب منها ليبيا، فوق هنا تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، الصومال، وجيبوتي، وجزر مين؟ القمر. كده عندي 10 دول عربية في الجناح الأفريقي.
ده بالنسبه لقاره افريقيا. تاني معايا يلا، يبقى قاره افريقيا كقاره فيها كام دوله؟ فيها 54 دوله افريقيه. طب منهم كام دوله عربيه؟ منهم 10 دول عربيه. مين اكبر دوله من حيث المساحه؟ الجزائر. الجزائر هي اكبر دوله من حيث المساحه. هلا خد بالك، الدول اللي موجوده في افريقيا في منها نوعين، في دول افريقيه ساحليه وفي دول افريقيه حبيسه. الدول في افريقيا كام نوع؟ نوعين، دول ساحليه ودول حبيسه. ايه يا مستر الدوله الساحليه وايه الدوله الحبيسه؟ الدوله الساحليه اللي هي عندها ميزه انها بتطل على بحر او محيط. اما الدوله الحبيسه دي دوله محرومه ما بتطلش على بحر ولا بتطل على محيط. الدوله الساحليه زي مصر، دوله ساحليه بتطل على البحر الاحمر هنا، بتطل على البحر المتوسط هنا، فدي دوله ساحليه. ليبيا عندها بحر متوسط، تونس عندها بحر متوسط، المغرب عندها محيط اطلنطي وعندها بحر متوسط، الجزائر عندها بحر متوسط. دي كلها دول ساحليه. يبقى الدوله الساحليه اللي هي بتطل على بحر او محيط. اما الدوله الحبيسه، الدوله الحبيسه دي دوله محرومه، ولا عندها بحر ولا عندها محيط، حواليها الارض من كل حته. زي مين؟ لو بصيت كده زي النيجر، ادي النيجر اهي، جنبها من هنا تشاد، جنبها من هنا ليبيا، وهنا الجزائر، ومن هنا مالي، ومن هنا تحت نيجيريا. فهي دوله محبوسه حواليها ارض من كل حته، فدي اسمها دوله حبيسه. يبقى الدول في افريقيا كام نوع؟ نوعين، يا اما دول ساحليه يا اما دول حبيسه. ده بالنسبه للخريطه السياسيه لقاره افريقيا. طيب قال لك خد بالك، مصر كدوله افريقيه هي حريصه بعلاقتها مع افريقيا. مصر كدوله من دول افريقيا هي حريصه على علاقتها مع قاره مين؟ افريقيا. فمصر تعمل على توطيد العلاقات بينها وبين قاره افريقيا. مصر دايما بتحاول تخلي علاقتها بافريقيا علاقه كويسه، بتعمل على توطيد العلاقات بينها وبين افريقيا. بنحاول نقرب من الدول الافريقيه، بنحاول نكون علاقتنا مع الدول الافريقيه علاقات كويسه. وكمان مصر حريصه على تحقيق التنميه المستدامه. مصر حريصه على تحقيق التنميه المستدامه. ايه التنميه المستدامه دي يا مستر؟ التنميه المستدامه ان انا بحاول احافظ على الموارد بتاعتي اللي موجوده في القاره، بحافظ على مواردي، بحافظ على الثروات اللي موجوده عندي. فمثلا زي مثلا نهر النيل، نهر النيل ده مورد، ده خير موجود على ارض قاره افريقيا، فاحنا بنحاول نحافظ عليه، نستغله ونستفيد منه استغلال كويس، تمام، وفي نفس الوقت نحافظ عليه للاجيال القادمه. دي اسمها تنميه مستدامه. تنميه مستدامه ان انا استغل الثروه اللي عندي واستغل الخير اللي عندي استغلال كويس، وفي نفس الوقت الاجيال القادمه تيجي تلاقيه موجود وتستفيد منه. ده اسمها تنميه مستدامه. يعني بيقول لك ما تبقاش اناني، يعني انت ما تستغلش النهر وتشرب منه وتلوثه وتخلصه وتيجي الاجيال اللي بعد كده ما تلاقيش حاجه. لا، احنا مش بنعمل كده. احنا بنحاول نستفيد من ثرواتنا ونستفيد منها ونستغلها استغلال امثل، وكمان بنحافظ عليها للناس اللي جايه من بعد كده، بنحافظ عليها للاجيال القادمه انها تيجي تلاقيها وتستفيد هي كمان منها. دي اسمها تنميه مستدامه. فمصر حريصه على قاره افريقيا، مصر حريصه على توطيد العلاقات بينها وبين دول القاره، كمان بتسعى الى تحقيق التنميه المستدامه، بتسعى الى تحقيق التنميه المستدامه، بتحاول تحافظ على موارد القاره لينا وللاجيال القادمه. قال لك كمان في عام 2019 تم انتخاب مصر، اختاروا مصر عشان تكون رئيسة الاتحاد الافريقي. ف 2019 دول افريقيا قررت انها تعمل اجتماع، هيجتمعوا ال 54 دوله هيجتمعوا. طب مين يبقى مسؤول عن الاجتماع ده؟ مين اللي ينظم الاجتماع ده؟ فاختاروا مصر. انتخبت مصر سنة 2019 عشان تكون رئيسة الاتحاد الافريقي، عشان تنظم الاجتماع ده. وفعلا مصر نظمت الاجتماع، ومصر هي تولت رئاسة الاتحاد الافريقي، وجم ال 54 دولة، تمام، ونظمنا الاجتماع. ودي كانت فرصة بالنسبة لمصر انها تقرب من الدول الافريقية. دي كانت فرصة ان مصر تقرب من كل الدول الافريقية. ده بالنسبة لدور مصر في قارة افريقيا. فقال لك العلاقات المصرية الافريقية تعد مصر من اهم واكبر دول القارة، والتي تبذل جهد مكثف لتعميق العلاقات المصرية الافريقية. بنبذل مجهود عشان تبقى علاقتنا مع افريقيا علاقة كويسة، وفي نفس الوقت
مصر بتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بنحاول نحافظ على الموارد بتاعتنا اللي موجودة في القارة لينا وللأجيال القادمة. قال لك كمان تم انتخاب مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي سنة كام؟ 2019. طب نتيجة كده ايه اللي حصل؟ لما جم اجتمعوا وقعدنا معاهم اتعرفنا عليهم وقربنا منهم، فكانت فرصة ان احنا نتقرب من قارة مين؟ افريقيا. ده ادى ذلك الى وجود فرصة قوية لتعميق العلاقات بين مصر ودول القارة وتدعيم علاقتها مع الدول وشعوب القارة الافريقية. ده نتيجة الاجتماع اللي حصل في 2019. بدأت مصر تقرب وتوطد العلاقات بينها وبين قارة أفريقيا. كده احنا خلصنا الدرس الأول اللي عندنا في الدراسات، وإن شاء الله إلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.